في طريقتين تخلّوا بيهم الناس ما يتدخّلوش في حياتكم. أول طريقة إن أنتم تقولوا لهم ما تتدخّلوش، دي أول طريقة، أوكي، مُتعبة جدًا، مُزعجة جدًا، هتخشوا في حوارات وهيتقال لكم طَب أنا غلطان، طَب أنا مش هاتكلّم حاجات كده. تاني طريقة بقى إن أنتم تلزموهم من غير ما تتكلّموا خالص، تلزموهم إنّهم ما يتدخّلوش في حياتكم، بإن أنتم تشتغلوا على نَفْسكم. ده اسمه quiet confidence، الثقة بالنفس بس في منتهى الهدوء. أنا اتحولت بالطريقة دي من واحدة بيدخلوا ورايا الأوضة عشان يشوفوني هالبس إيه في المناسبة دي لأحسن أعرّهم، يعني هتلبسي إيه؟ فأقول هالبس كذا، لا، لأ، مش مناسب البسي كذا، عشان prestige وكده. اتحولت بعد كده لواحدة كل ما يشوفوني يقولوا لي شياكة، شياكة. تفتكري ألبس إيه مع إيه؟ حاجات زي كده، تخيّلوا؟ تحوّل بقى. أنا شخصيًا ما بافيدش حد دلوقتي غيركم أنتم، يعني أنتم اللي فارقين معايا بصراحة، لإن اللي بيدخل الchannel دي أصلًا واحدة عايزة تتطوّر، عايزة حياتها تبقى أحسن. فأنا هاقول لكم، بُصّوا، الواحدة لمّا بتشتغل على إنها تعرف إيه لون الشعر المناسب ليها، قصة الشعر الstyle بتاعها إيه، الهدوم المناسبة للbody shape بتاعها، تبرد ضوافرها إزاي، يعني الشكل الoval والّا الشكل الإيه 900 شكل، تختار الشكل المناسب لإيدها. الألوان المناسبة طبعًا الskin tone بتاعها للmanicure. لو فضلت وراها قاعدة بتشوف الstyle بتاعها بتضبّطه بتبرزه بيبقى ليها شخصية، حاجة خاصة بيها هي، دي vibes بتوصل للناس. أنا واحدة عارفة أنا باعمل إيه لنفسي، ما حدش يتدخّل في حياتي، ما حدش يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. أنا ليّا رأي في حياتي، أنا ما اتدخّلش في حياة حد، وأنا حياتي ما حدش يتدخّل فيها. فعلًا بالبساطة اللي أنا باتكلّم بيها دي، لكن مش بالسهولة. الpersonality development بتاخد وقت، إن الواحدة تقعد تشتغل إنها تطوّر نفسها ده بياخد وقت، واللي أنا باتكلّم فيه ده ما كانش number one، ما كانتش أول مرحلة، هي بتجيب بعضيها، إن الواحدة تدوّر على حاجة مفيدة تعملها في حياتها، موهوبة فيها، تتطوّر فيها، وبعد كده تبتدي تتفرّع وتقرا في مجالات تانية، وبعد كده تبتدي تهتم وترجع لجسمها تتواصل معاه مرّة تانية وتفهمه أكتر، وتعامله معاملة محترمة، وتلبس حسب الbody shape بتاعها. دي حاجة مهمة أوي برضه. بُصّوا، أنا في الفيديو ده عايزة أكون مفيدة أكتر، عايزة أقول لكم على body shape منتشر جدًا بين الستات. ويعني ده أكتر body shape منتشر بين الستات على فكرة، الbody shapes كتير، بس الtriangle body shape ده من أكتر الbody shapes الcommon بين الستات اللي في الكرة الأرضية. عشان كده أنا حبيت إني أتكلم فيه لو واحدة جسمها triangle body shape ولبست جاكيت زي ده مثلًا، الجاكيتات الcasual دي ستات بتروح بيها الشغل وبتروح بيها meetings في كافيهات وحاجات زي كده. للأسف الشديد يعني المنظر ده بقى موجود كتير أوي. اللي جسمها كده المفروض إن هي تبتدي تختار هدومها من فوق الأول. الbody shape ده من فوق عظم الكتف أصغر من عظم الحوض. لو واحدة لبست حاجة محددة أوي مبينة الكتاف عرضها قد إيه، وكمان مبينة الحوض عرضه قد إيه، هي كده عملت توضيح triangle body shape. المفروض إنها تعمل balance، يعني تلبس من فوق حاجة تكون أوسع من كده، يعني لو بلوزة عادية تبقى puff sleeve، لو جاكيت لازم يكون كتف ساقط شوية عن كده، مش محدد كتافها قد إيه. ده من ناحية. من ناحية تانية هي العين دايمًا بتروح مع نهاية الجاكيت، هي قطعت الجاكيت عند منطقة الحوض، خلاص هو خلص عند الhip،
فالعين هتروح عند الهب. العين دايمًا تروح ناحية السين، الخياطات، النهايات. بلس كمان إن هنا في flap welt pocket. الflap welt pocket ده حاجة بارزة طالعة لبرّه، لازم العين تروح لها. فهي حددت برضه، خلّت العين تروح ناحية الهب. الجاكيت خلص عنده، اللي هو أعرض من عظم الكتف، اللي هي محدداه. هنا ما بقاش في balance خالص. لو أي حد هيتفلسف في حالة زي دي هيقول طوّلي الجاكيت شوية، ما دي أنا سمعتها قبل كده. دايمًا ناخد يعني المعلومات بتاعتنا من الخبراء، اللي بيتفلسفوا ما لهمش حصر. ناس كتير أوي بتتفلسف في حاجات هي مش دارساها ولا فاهمة فيها. عشان كده باقول لكم جزء من إن الواحدة تطوّر نفسها إنها تقعد تشتغل على طبيعة جسمها إيه، الbody shape بتاعها، المفروض تلبس إيه وما تلبسش إيه، ألوان مناسبة ليها. عشان كده باقول لكم ما تسمعوش لأي حد. أهو الجاكيت لمّا طوّلناه شكله برضه غلط، محددين الكتف، الflap pocket زي ما هو يعني تمام. يعني برضه العين رايحة ناحية الهِب. هنا برضه الشكل الtriangle واضح جدًا. مهم أوي بالنسبة لواحدة ست جسمها triangle body shape، لو هتلبس جاكيت casual زي ده لازم يكون كتفه ساقط. يعني مش لازم خط الكتف بتاع البنطلون بتاعها يبقى مضبوط أوي، لأ، تطوّل خط الكتف شوية. ده من ناحية. من ناحية تانية الجاكيت لازم يتساب مفتوح. أوكي لو طويل ما جراش حاجة. وكمان الflap welt pocket هنا ما فيش مشكلة منه، إن هو يتحط في المكان ده ما جراش حاجة. أصل الflap welt pocket ده ممكن يكون welt pocket بس من غير flap. يعني أنا الجزء اللي بيلفت النظر ده وبيخلّي العين تروح له في منطقة الhip، أنا ممكن ما احطوش أصلًا في إيدي. الflap welt pocket ده في العموم بيبتدي بwelt pocket. الجزء الflap اللي فوقيه ده أنا ممكن أشيله أو أحطه براحتي. أنا ممكن أحدد مكان الجيب في الباترون زي ما أنا عايزة. أصلًا هو بيترسم على الباترون وبعد كده بيتشق في القماش. أنا اللي أقرر يتحط فين ويتحط له flap والّا لأ. ففي الحالة دي أنا شايفة إن هو يتعمل welt pocket من غير flap يكون أحسن، مش مُلفت لمنطقة الhip. بُصّوا، أنا شُفت بعيني الناس اللي بتتفلسف عليَّ لابسين جاكيتات زي دي. يعني الناس اللي بتنتقدني ومحسسيني إن هُم اللي كانوا فاهمين وأنا اللي مش فاهمة حاجة في حاجة، لأ شُفتهم لابسين جاكيتات زي دي. عشان كده لو جه حد يتفلسف عليكم ويقول لكم طوّلي شوية أو اشتري ده وما تشتريش ده أو ما أعرفش أي حاجة، يعني أي نقد وخلاص، يتقال لكم أي حاجة عشان مجرد إن أنتم بس تبانوا مش فاهمين وهُم اللي فاهمين. ما تاخدوش أي حاجة غير من حد دارس خبير في المجال ده. وأنتم لازم تطوّروا نفسكم. أنتم اللي هتلبسوا. مهم أوي إن الست ترجع تتواصل مع جسمها مرّة تانية، تفهم الbody shape بتاعها، تفهم الskin tone بتاعها، تعمل لنفسها self concept، تدرس، تتعلم، ما تسمعش لأي حد. يكون رأيها من دماغها بس مبني على خبرات حقيقية، مش على بس كده يعني شوية search وشوية آراء. لا، لا، لأ. يعني الواحدة تتعلم عن نفسها أكتر، ده يكون أحسن. الستات أقويا ويقدروا يعملوا أي حاجة في الدنيا. وأنا باحب أقول لكل الستات فكّروا نفسكم قد إيه أنتم أقوياء بإن أنتم تفكّروا نفسكم كل يوم الصبح اقفي قدام المراية قولي لنفسِك أنا واحدة ست. شكرًا لوقتكم، شكرًا لمتابعتكم، أتمنى الcontent يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share واعملوا subscribe للchannel واضغطوا الnotification bell. أشوفكم الفيديو الجاي.